يمكن كان في ثغره فريق الاتحاد النهارده، خاصه بعد طرد اللاعب السيد فريد لاعب فريق الاتحاد كابتن سيد نقول هارد لك النهارده، ولكن انت خدت انذار في كارت احمر. شايفك حزين قوي. هو الحمد لله يعني الحمد لله على النتيجه بتاع ربنا، بس هو يعني انا بلوم لجنه الحكام، يعني مش بلوم اي حد غير لجنه الحكام. لجنه الحكام جايبه لنا حكم اسمه الكابتن محمود عاشور، ولا الكابتن محمود عاشور صح؟ بس على فكره هو حكم دولي. حكم دولي، بس اللي محدش يعرفه اساسا ان هو كان بيلعب في نادي الزمالك لغايه فريق 20 سنه. هو لا لك انت متاكد من المعلومه دي؟ بقول لك انا متاكد من المعلومه، يعني انا اصلا كنت بلعب في نادي الاهلي ناشئين، والحمد لله يعني بعرف اللعيبه القدام كويس جدا، وبعرف ده لعب فين وده لعب فين. كابتن محمود عاشور كان بيلعب في نادي الزمالك لغايه 20 سنه، واسالوا الكابتن مدحت شلبي. شايفه غلطان فين النهارده، او اخطاء الكابتن محمود عاشور ايه النهارده؟ كتير. حسين فهمي الراجل اللي عامل ضربه جزاء فليكس، واعطيني انا الانذار، بقول له يا كابتن والله ما انا بيديني انا الانذار وانا ما عملتش ضربه جزاء. هي ركله جزاء الاول ولا مش ركله جزاء؟ انا ما اعرفش، يعني انا حسب هي ركله جزاء او مش ركله جزاء. اللي عمل ركله الجزاء بياخد انذار، لكن هو بيدي واحد تاني غير اللي عمل ركله الجزاء. ممكن تكون انت اعترضت عليه يا سيد. ده هو جاي يديني انذار، بيقول لي كده تعالى كده، بقول له يا كابتن والله ما انا راح طلع لي الانذار، وهو اصلا فليكس اللي عمل ضربه الجزاء، يعني انا ما اعرفش يعني. لكن الانذار الثاني بتاعك مستحق. الانذار الثاني مستحق، لكن الانذار الاول انا هاخد انذار اول ليه؟ عشان بقول له والله ما انا يديني انذار. له اخطاء ثانيه في الماتش. حسين فهمي خد انذار بسبب كوره بيطلعها بره الملعب، الصفت عمل نفس الكوره وما خدش انذار. الاتحاد قدم عليه من خلال هذه المباراه. الحمد لله احنا لو كملنا من غير الطرد بتاعي، انا شايف النتيجه كانت هتبقى غير كده خالص، يعني كانت هتبقى العكس يعني. صح. احنا يعني